اللجنة الأولمبية ترفض النظر في شكوى النادي الأهلي ضد رابطة الأندية. يا نهار اسود، رحنا في داهية يا أهلاوية. ركز معايا كويس في الكلمتين دول عشان تفهم ايه الحكاية. طلع مصدر مسؤول من اللجنة الأولمبية وبيقول إن الشكوى اللي مقدمها النادي الأهلي في رابطة الأندية للجنة الأولمبية هي شكوى غير قانونية، لأن ده أصلا مش من اختصاص اللجنة الأولمبية. ومش بس كده، خد الكبيرة. فاكرين من كام سنة صدر قرار من اللجنة الأولمبية ضد المستشار مرتضى منصور بإيقافه لمدة 4 سنوات. هتقولي طب ما حلو اهو، اللجنه الاولمبيه لها قرارات، طب ما تصدر قرار بقى ضد رابطه الانديه. اقول لك ما تفرحش قوي كده، لان القرار ده ما تنفذش بمجرد لجوء المستشار مرتضى منصور للمحكمه المدنيه. انا تهت منك ومش فاهم اي حاجه. باختصار احنا رحنا في داهيه، لان اللجنه الاولمبيه هي جهه ملهاش اي الحق ان هي تصدر قرار ضد اي هيئه او اي جهه تانيه. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات بسرعه. احنا هنعمل ايه كاهلاويه؟ نكمل الدوري ولا نفضل على موقفنا وفي الاخر مش هنعرف ناخد حقنا؟ اكتبوا لي في الكومنتات نعمل ايه.